مساء الخير، أتمنى أن الصوت يكون جيد. النصف الثاني لدورة الطيران المدني اللي عم نقوم فيها بدمشق. اليوم رح نحكي عن شيء اسمه علم التحريك الهوائي. طبعا شو بدنا نفهم علم التحريك الهوائي؟ الطائرة اللي هي جسم مثل بقية الأجسام له مواصفات معينة لتحركه. فمثل ما نحن بنشوف في الصورة اللي وراي إنه هاي الطائرة مثل أي جسم، اللي كان الحجر أو الطير لما بيسقط بفعل وزنه. آه، في مركز اسمه مركز الثقل لأي جسم من الأجسام. هذا مركز الثقل بيكون بأي جسم ما وراءه بتحط وزن وراء أو بتحط وزن بعده بيختلف، بيمشي لقدام أو متحرك. بالطائرات في شيء اسمه مركز الثقل. فنحن لما عم نحكي عن مركز الثقل لننتقل لشيء بعلم التحريك الهوائي. شو اللي بيحرك الطائرة من مركز ثقلها؟ اللي بيحرك الطائرة من مركز ثقلها كبداية أول شيء في شيء قوة دفع المحرك النفاث، أو قوة جر المروحة إذا طائرة مروحية. هي رقم 1 و2. شو اللي بيمنعها؟ ضغط الهواء اللي هو الكبح. من أين تحصل على الرفع؟ تحصل على الرفع من الجناح، والوزن هو الجاذبية الأرضية. طيب الطيارة هي إذا قدر الإنسان يتدبر موضوع التحريك تبع اللي هو المحرك النفاث أو المحرك المروحي والكبح، وضع الأجنحة قدمت له الرفع. لا، صفي بقى بده شيء اسمه التحكم فيهم. فنحن أسطح التحكم بالطائرة، في أسطح تحكم مباشرة، في أسطح تحكم مساعدة، وفي أشياء هي ما أسطح تحكم لكن قوة تؤثر على الطائرة. لنعدهم بالتسلسل ونشرح عليهم. بالطائرة في شيء هذا القسم مقسوم لقسمين بيسموه دفة العمق. يسمى دفة العمق. دفة العمق مقسومة لجهتين، جهة ثابتة وجهة متحركة. هاي الجهة المتحركة لما أنا برفعها لفوق مثل الصورة، التيار الهوائي بيصطدم فيها فتؤدي رفعها إلى الأعلى إلى صعود مقدمة الطائرة، لأنه هي خلف مركز الثقل. والعكس صحيح، لما برفع هي بتنزل لتحت، بتصير هي تحت تمام، بتشوفها بتنزل مقدمة الطائرة. فإذا أول شيء اسمه دفة العمق، وتسمى ستابيليزر بالطائرات النفاثة. بالطائرات النفاثة عادة السطح بالكامل يتحرك. هذا السطح بكامله بيتحرك لأنه بحاجة لعزم هائل لوزن الطائرة بالأطنان، وبتمشي بسرعات قريبة من سرعة الصوت. السطح الثاني اللي هو هذا السطح ثابت عمودي، لكن هي بسموها هذا القسم الأحمر دفة الاتجاه. هي عند رجلين الطيار بسموها البدالات. تضرب ضربة على اليمين بتنحرف الطائرة لهذا الشكل. ضربت على اليمين الطائرة بتاخد، تضرب على الشمال تذهب للاتجاه الثاني. القسم الثالث اللي بيسمح لنا بالتحكم بالطائرة شيء اسمه الجنيحات. الجنيحات بطرف الجناح بالطائرة المروحية والطائرات النفاثة العادية. لما بيطلع هذا الجناح للأعلى بينزل الجناح بينخفض وبتدور الطائرة. لما بيطلع الجناح أو بينزل لتحت بيرتفع الجناح كمان بتدور الطائرة. فإذا الجنيحات، دفة العمق، دفة الاتجاه، وبالطائرات العادية. وفي طائرات فيها شيء استثنائي مثل الميج 23 وأنواعها، بينزل واحد من السطوح بيتحرك بيعطيك دوران وليس الاثنين. تمام. في طائرات تانية الجناحة دلتا مثل الميراج 3C والطائرات اللي مثل منها ما في دفة عمق. القسم الداخلي
قسم من الجناح بينخفض. هذا قسم الجناح بينخفض وبيرتفع، بيؤدي عمل دفة العنق. هذا بالتحكم لحد الآن هي أول وسيلة للتحكم. في وسيلة ثانية للتحكم هي قوة المحرك. هذا المحرك اللي هو هذا، إذا زدت دفع المحرك أنا فعلى الأرجح تطلع مقدمة الطائرة. تمام. إذا زدت دفع المحرك على الأرجح تطلع مقدمة الطائرة، وإذا خفضت دفع المحرك ممكن تنزل الطائرة، حسب إذا كان المحرك أسفل الجناح أو أعلى الجناح. أعلى الجناح يعني أعلى منه ليس مركبا عليه، بس إذا بعض الطائرات النفاثة المدنية لها محركات هون. تمام. فبيختلف تأثيرها. إضافة تانية، الطائرة المروحية لما بزيد أنا دفع المحرك بالنسبة لها، التيار الهوائي مثل ما عم تدور المروحة، التيار الهوائي اللي أمام الطائرة عم يدور ويدخل على الطائرة ويدور عليها. فعلى الأرجح الطائرة ستذهب باتجاه اليسار، وإذا خففت المحرك بسموه عجم جيروسكوبي ستذهب باتجاه اليمين. فإذا أنا هلأ عندي الأسطح موجودة اللي قدامي، مثل ما قلنا عددناها. بعض الاختلاف بيناتها، في اختلاف معين لاحقا ببعض الطائرات النفاثة الحديثة، ممكن أنت تلاقي طيارة ممكن تقلع عموديا، نفسه المحرك نفسه هون له 3 فتحات نفس، 3. ال3 فتحات تنفذ الغازات بما يعادل وزن الطائرة أو أكثر، مثل الطائرة الهارير البريطانية، والنموذج اللي عنده البحرية الأمريكية اسمه AV8B، والنموذج اللي عند الروس الناجح اسمه ياك 141. هدول بيقلعوا من حاملات الطائرات عموديا وبيهبطوا عموديا. لاحقا الاف 35 لايتنج اللي هي عمودية تقلع، وليس لا تملكها إلا الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض دول الناتو. هذا الكلام دقيق. فإذا التحكم بالطائرة قطع شوط كبير بقدرة تغيير محرك النفس نفسه ذاته. في طائرات اسمها OV 222 أمريكية. الطائرة المحرك نفسه ذاته ممكن يكون على شكل عمودي مثل طائرة الهليكوبتر. عند الهبوط وعند الإقلاع بتقدر تغير المحرك كله مع المراوح بيمشي. هي طائرة تسلح. تمام. هاي مسألة مهمة. بنضيف لهم هدول أنواع التحكم. نرجع لطائرات الهليكوبتر الحوامات. نحن إذا نظرنا على هذا المشهد نكتشف نحن إنه الحوامات الهليكوبتر هي جناح، مثلا هذا جناح المروحة العادية تبع الطيارة. فالطائرة الهليكوبتر اللي يدور فوق اسمه جناح دوار، جناح دوار وليس مروحة كما يظن البعض. هذا الجناح الدوار كل ما بيعاكس الريح بيضربه بزاوية معينة بيعطي رفع أكثر. فهذا الجناح الدوار تمام بيعطي هذا الجناح الدوار بالطائرة الهليكوبتر تقدر تتحكم فيه أول اتجاه إنه معاكس الريح وعم يدور بيعطيه رفع. وفي تحكم آخر فيه إنه نحن لازم نرسم له هذا رسمة. شو إنه أنا كطائرة هليكوبتر عندي الجناح الدوار، هي الحوامة الهليكوبتر مثلا، هذا الجناح الدوار. فالتحكم الأول بالجناح الدوار بيأتي إني أنا ممكن هاي زاوية الشفرة كل ما عاكسها باتجاه الريح تعطي رفع أعلى. تمام. لكن نفسه ذاته كقرص دوار هذا كقرص دوار الطائرة بتقدر تتحكم فيه بيحدد حركه، وبالتالي بيسحب الطائرة للأمام، بيعطيها جرى الأمام أو تراجع للخلف أو يمين أو شمال. إذا بطائرة الحوامات الجناح الدوار بتحرك العصا القيادة يمين بيروح يمين، الطائرة شمال، للأمام بتزيد سرعتها، للخلف بترجع بتثبت على وضعية معينة،
وحسب المحرك ممكن إنك تعمل شيء اسمه التعليق الهوائي، يعني توقف الطيارة بالهواء. طبعا هذا أصعب شيء بالطيران الحوامات، التعليق الهوائي بيصير عنده إشكال ليكون في رياح متغيرة دنيا ليلا، أو بده يحافظ على نقطة ثابتة. هي الترك الأول عن هدول.